أما الصحائف في الفضاء تطايرت بشمائل أخذت وبالأيمان، وهناك ينصب ربنا ميزانه فالكل محتكم إلى ميزان، فالعبد يوزن والكتاب كليهما، وكذاك ما اكتسبت يد الإنسان. فإذا بعبد قد طغت أوزاره فبدا على العرصات كالسكران، هيمان يبحث عن قريب عله يعطيه ما ينجيه من أوزان، فيلوح من بين الجموع أخ له فيقول إن أخي الحبيب أتاني، جد لي من الحسنات شيئا يا أخي كيما أرجح يا أخي ميزاني، فيقول نفسي يا أخي أحق إن الهول ينسي رأفة الإخوان، فيهيم أخرى في الجموع بحسرة فيرى التي حملته في الأحضان، فيقول أمي قد أتت مرحى بها، مرحى بنبع محبتي وحناني، مرحى بمن سهرت ليالي عمرها لتذوق من ألمي ومن أحزاني، أماه جودي اليوم من حسناتك كيما أرجح كفة الميزان، فتقول نفسي يا بني أحق إن الأمر صعب ليس بالإمكان، فيهيم أخرى في الجموع وقلبه متحسر والعقل في هذيان، فيرى الأب الحاني هنالك قادما فيقول مرحى بالذي رباني، مرحى بمن قضى الحياة بأسرها سعيا وراء الرزق كي يرعاني، أبتا أبغي ما يرجح كفتي، أبتا جد إن كنت ذا إمكاني، فيقول نفسي يا بني أحق إن النفس تخشى اليوم من نيراني، فيهيم في ندم ويصرخ قائلا أواه لم يرفق بي الأبوان، فتلوح من بين الجموع حليلة فيقول يا مرحى بنصف الثاني، مرحى بمن كانت شريكة رحلتي وتحوز كل الحب في وجداني، هل تذكرين ليالي الود التي حملت من الإخلاص كل معاني، فأنا الذي ضحى بأجمل عمره كي تنعمين بفرحة وأماني، جودي علي اليوم من حسناتك كيما أرجحها هنا أوزاني، فتقول أدري ما ذكرت حقيقة أنا لست أنكر والذي سواني، لكن نفسي يا حبيب أحق إن الهول للمعروف قد أنساني، والله قد نصب الصراط لعبده جاء الحديث بوصفه ببياني، فأحد من حد المهند إذ بدا وأدق من شعر هما وصفان، والناس تعدو في الصراط بما أتت من صالح الأعمال والإحسان، فمكردس في النار ذاك وآخر يحبو كشخص ما له قدمان، والبعض ناج لن تصبه أذية كالبرق يمضي أو كعدو حصان، حتى إذا علم العباد مآلهم وتبينت سكانها الداران، جعل الإله الموت كبشا أقرنا ورأوه مذبوحا على الميدان، فهناك نادى الرب جل جلاله الكل يخلد ما هناك بفاني.